اسمع القصة دي. في ناس بتموت وفي ناس بترجع، بس المصيبة الحقيقية لما اللي يرجع ما يكونش هو في طريق صحراوي فاضي. قبل الفجر بشوية عربية كانت ماشية بسرعة مش طبيعية. محمود كان سايق وعقله مش معاه. فجأة نور العربية قطع، ولا كأنه حد فصل الدنيا كلها مرة واحدة. آخر حاجة شافها كانت جامدة وصريخ معدن بيتكسر، وبعدها سكون. لما الناس وصلت العربية كانت مقلوبة، والدكاترة كتبوا في التقرير توقف كامل في القلب لمدة دقايق طويلة. قالوا مات. اتغسل واتكفن واتدفن. أمه كانت منهارة. أخته كانت بتصرخ إن في حاجة غلط. كانت بتقول محمود ما يموتش كده، أنا حاسة بيه. بعد الدفن بساعتين موبايل محمود رن. الرقم رقم هو. أخته ردت وهي جسمها كله بيترعش. الصوت كان واطي مبحوح، بس هو نفس النفس، نفس الوقفة بين الجمل. قال انتوا دفنتوني بدري. الخط فصل. بعدها بدقايق مكالمة تانية. أنا مش عارف أنا فين، بس في ضلمة وحد واقف قدامي. من اللحظة دي البيت كله دخل في حالة رعب. راحوا المستشفى، راجعوا الكاميرات، شافوا عربية الإسعاف وشافوا الجسم. بس في لقطة واحدة قبل ما الكاميرا تفصل جسم محمود اتحرك. الدكتور قال ده مستحيل، اللي شفناه كان موت إكلينيكي. بس السؤال الحقيقي كان لو كان عاش ليه ما طلعش؟ ولو مات مين اللي بيتكلم؟ بعد 3 أيام محمود رجع، فتح باب البيت بنفسه. وشه شاحب، عينه ثابتة، بيضحك في أوقات ملهاش معنى، بيقعد بالساعات في الضلمة. أمه قالت ده مش ابني. هو كان بيرد بهدوء أنا رجعت، بس مش لوحدي. في نص الليل أخته سمعته بيتكلم لوحده، بيقول لأ لسه مش دلوقتي. ولما سألته بتكلم مين؟ رد اللي كان مستني في الحادث. قال إن في اللحظة قلبه وقف فيها شاف ناس مش بشر واقفين على الطريق بيعدوا اللي رايح واللي راجع. وقال جملة واحدة بس خلت الدم ينشف: أنا كنت المفروض مرجعش. في يوم محمود خرج وساب الموبايل بتاعه على السرير. الساعة كانت 3 فجرا. الموبايل رن. أخته بصت للشاشة. الرقم رقم محمود. ردت. الصوت قال هو لسه معاكم؟ لو اقفلوا النور عشان اللي جاي مش بيحب الضلمة. الخط فصل، ومن ساعتها محدش شاف محمود، بس الموبايل لسه بيرن.